بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استمعت بصفتي مسلما قبل أن أكون نائب شعب إلى خطاب الكراهية الذي تلفظ به ماكرون منذ أيام، خطاب استعماري عنصري مطول يقطر حقدا على الإسلام والمسلمين، هاجم فيه ما يسميه بالنزعة الانفصالية الإسلامية، وعرض فيه مضمون السياسة التي ينوي تنفيذها بحق المسلمين بفرنسا والذين يبلغ عددهم 6 ملايين مسلم، بهدف طمس هويتهم وشخصيتهم الإسلامية واستئصال كل مظاهر الحضور الإسلامي بفرنسا، بل تمادى في غيه ليتطاول على الدين الحق والخاتم، ليزعم أن الإسلام يعيش أزمة في كل أنحاء العالم، واعتدى على تونس حيث عدها مثالا حصريا لهذه الأزمة المزعومة. وأمام حالة الصمت الرهيبة لرئاسة الجمهورية ولسائر المؤسسات الرسمية، وبالنظر إلى هذا الاستفزاز المجاني وللجم ماكرون ومن يقف وراءه على العالم الحر أن يسجل هذه العنصرية المقيتة المعادية للإسلام، والتي أسقطت كل الشعارات الرنانة والبراقة التي تشدقت بها فرنسا على طوال سنوات، كما على العالم الحر أن يسجل هذا الخرق لالتزامات فرنسا الداخلية والخارجية وخرقها للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. مستقبلا على رئيس فرنسا أن لا يحدثنا عن العلمانية ولا عن العقيدة اللائكية للدولة الفرنسية، ولا يعطي الدروس عن حياد الدولة تجاه الأديان، ولا على المساواة بين المواطنين أمام القانون، ولا على احترام الحريات الفردية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فرنسا الاستعمارية التي قتلت من أجدادي أكثر من 15,000 حر، وفي الجزائر أكثر من 1,000,000 شريف، لا تزال إلى اليوم تهرول في الخارج لدعم الحركات الانفصالية والإرهابية لتقويض وحدة الأوطان وسيادة البلدان الإسلامية. والأرمن بأذربيجان لا تزال شاهدة، فلا يحق لها أن تعطي الدروس لأي كان. خطاب ماكرون هو تمسك غبي بالسياسة الفرنسية الكريهة التي دعمت الدكتاتور بن علي وحاولت إنقاذه ومده بالأسلحة لقمع الثورة التونسية. ونذكر ماكرون بأننا المسلمون نحن من يعطي الدروس للعالم أجمع في قبول الآخر واحترام مقدساتهم وحرياتهم الدينية، وما عليه إلا أن يراجع قيم ديننا. على ماكرون مستقبلا أن لا يلتحف بالإسلاموفوبيا للتغطية على الأزمة التي تعيشها فرنسا، وأن أفكاره لا تتناسب سوى مع القرون الوسطى. كما أدعو زملائي النواب والدولة التونسية للخروج من كل المعاهدات الفرنكوفونية، وأبشره بأن الإسلام لا يمر بأزمة، لأنه ليس صناعة بشرية، بل العلمانية المفلسة هي التي أدخلت العالم في وحل من الحروبات. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. شكرا سيد النائب.